قانون واحد لو عملت بيه هتبقى من المتميزين. ازيك؟ كله بونو بونو. قانون الاضافات البسيطه. في اولمبياد 1976 كان في 8 متسابقين لنهائي سباق ال 100 متر. صاحب الميداليه الذهبيه كان اسرع بس بعشر من الثانيه عن اخر المتسابقين الثمانيه. فرق بسيط في السرعه بس فروقات جامده في النتائج. واحده من سباقات الخيل اللي بتحصل في امريكا، الحصان الفايز بالمركز الاول خد $1,000,000. الحصان اللي خد المركز الثاني اللي خسر بس بمسافه مناخيره كسب $75,000 بس. فرق بسيط في المسافه بس كبير في النتائج. طب معناه ايه الكلام ده؟ خد القانون نشرحه على مجال شغلنا وانت طبقه بقى على اي حاجه انت عايزها. لو انت مدرب مثلا، كل اللي انت المفروض تعمله تصحى بدري عن ميعادك الطبيعي بساعه واحده بس. لو قريت في مجال تخصصك فانت كده استفدت ب7 ساعات في الاسبوع. بعد فتره قليله هتقف بين زمايلك عندك الخبره الاكبر ما بينهم. كان في واحد متعود انه يقرا كل يوم مع ابنه قصه او كتاب بالانجليزي ربع ساعه بس في اليوم وهو بيحضر وجبه العشاء. يقول لك دلوقتي ابنه يقدر يقرا اي كتاب بالانجليزي من غير اي مجهود. الخلاصه انك لازم تتعامل مع قانون الاضافات البسيطه في كل حاجه في حياتك. بص لشغلك او علاقاتك او